لو بتشتغل بالبانداز خلي بالك في 3 اخطاء الناس كتير بتقع فيهم. اول خطأ هو استخدام الفور لوب بدل الفيكتورايزيشن. بدل ما تعدي على الصفوف صف صف وتضيع وقتك ووقت الرام بتاعك في الجهاز، استخدم ابلاي او عمليات مباشرة. بانداز معمول يشتغل بلك مش سطر سطر. تاني خطأ نسيان الان بليس equal true او حتى بنستعمله بطريقة غلط، زي مثلا بتفلتر وبتمسح اعمدة بس مش بتعمل تعديل على الداتا الاساسية. يا اما بتكتب in place equal true عشان نحل المشكلة، او نحط النتيجة في فاريبل جديد ونمسح الفاريبل الاساسي بتاعنا. الخطأ الثالث مقارنة غلط باستخدام الايكوال ايكوال. طبعا لما بنيجي نقارن ما بين داتا فريم اولانية وداتا فريم تانية فبنقارن ما بينهم عن طريق حاجة اسمها دوت ايكوال، لان الايكوال ايكوال كرموز بترجع الداتا فريم في بوليانز يعني ترو وفولس، مش بيديك معلومات تنفعك. لكن لو عايز تعرف الداتا فريم الاولانيه بتيكوال الداتا فريم الثانيه فعلا بتستخدم df1.equals df2. خد بالك من دول، هيوفروا ليك وقت المشاكل وهيوفروا في الرام وفي الوقت بتاع الكود وانت بتشغله. لو عايز جزء تاني من اخطاء البانداز قول لي في الكومنتات تحت. اشوفكم على خير.